السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي وطالباتي الأعزاء في قناة عالم الرياضيات مع مس مديحة حمدي. النهاردة هنبتدي نشرح درس معادلات ومتباينات الدرجة الأولى في متغير واحد. هنبتدي نحل هنا الأداء الصفي والواجب المنزلي، بس بعد ما نشرح الدرس هنا بيقول ايه. أول حاجة في الدرس لازم نفهمها معادلة الدرجة الأولى في متغير واحد. طب يعني إيه متغير واحد يا حبايبي؟ متغير واحد يعني هنا بيكون فيه رمز الإكس مثلا، هو اللي احنا عايزين نجيبه في من الدرجة الأولى، يعني هنا مرفوعة هنا لأس واحد، فبنقول ايه اكس زائد بي يساوي صفر، حيث أن ايه وبي عددان حقيقيان وايه لا تساوي صفر. يعني هنا مثلا لو قلنا معادلة في متغير واحد من الدرجة الأولى، لو قلنا 2x زائد 10 يساوي صفر، دي هنا من الدرجة الأولى في متغير واحد. نص n ناقص 3 يساوي 5، دي هنا في متغير واحد. دي أيضا سالب هنا 8 زائد y يساوي 90، دي أيضا معادلة من الدرجة الأولى في متغير واحد. لكن لما يكون معادلة في متغير واحد ليست من الدرجة الأولى، تمام، المتغير اللي هو عندنا هنا 2x ليست من الدرجة الأولى، هنا مرفوع عندي هنا لأس 2، وهنا أيضا 2 جذر 2، تمام، ناقص 5 يساوي صفر، دي أيضا هنا ليست من الدرجة الأولى. طيب تعالى نشوف ازاي بنحل. اوجد مجموعة الحل لكل من المعادلات الآتية في R. لو احنا أخدنا المعادلة الأولانية هنقول هنا 3x ناقص جذر 3 يساوي 5 جذر 3. احنا عارفين طبعا ان احنا بنحول ده من الناحية الاخرى بعكس اشارتها، هتبقى زائد جذر 3، فهنقول هنا 3x هيساوي 5 زائد 1، طبعا ده 1 بس هو مش بينكتب، يبقى 6 جذر 3. تمام، انا طلعت هنا 6 جذر 3، هنا انا هقسم على التلاتة وهنا انا هقسم على التلاتة، تمام، التلاتة دي راحت هنا مع التلاتة دي، وستة على 3 فيها الاتنين جذر 3. دي بالنسبة للمعادلة الأولى. بالنسبة للمعادلة التانية بتقول هنا 3 بتقول هنا عندي 3x زائد 7 ناقص 5x. طيب دي هتحتاج طبعا مسافات كبيرة، احنا فهمنا الأولانية، هنضطر طبعا ان احنا هنمسح حل الأولى علشان خاطر حل التانية هيعوز مسافة أكبر بكتير من الأولى. فهنبتدي هنا نحط البيانات بتاعتنا. المسألة دي عايزين دلوقتي هنفك الأقواس، بان انا هنا هضرب هنا في 3، وهنا ايضا هضرب التلاتة هنا في 7، فتلاتة في اكس هنا ب3 اكس، وتلاتة في 7 عندي هنا ب21 ناقص 5 اكس يساوي اكس زائد 12. طيب هنا انا عندي اكس واكس واكس، طيب هنا عندي هنا 3 اكس وهنا 5 اكس، فهتطلع عندي هنا سالب 2 اكس زائد هنا 21 هيساوي اكس زائد 12. هجيب هنا الاكس هنا خليها سالب 2 اكس، هجيب لها هنا سالب اكس تساوي، هنا هقول 12 ناقص 21، هنا هقول سالب 2 اكس وسالب اكس هتدينا هنا سالب 3، و12 ناقص 21 هتدينا هنا سالب 9. هنا هنقسم على التلاتة، وهنا هنقسم هنا على التلاتة، تمام، هتساوي عندي هنا سالب 3 هنا على سالب 9 هيدينا هنا موجب 3. اذا عندي مجموعة الحل هنا 3، وبكده هنا اتحلت عندي هنا المسألة هنا التانية. طيب ننتقل الى نقطة تاني او ننتقل الى مسائل. زي ما تعودنا هنا هنشغل التايم اختبر فهمك. طيب انا هشغل هنا التايم، بس انت حبيبي توقف الفيديو وتبتدي تحل تختبر فهمك على ان انا حليت هنا مسألتين، وتحاول انك تحل مسألة زي كده، لان المعادلات احنا درسناها قبل كده في اولى اعدادي،
وانا بعد كده هنحل مع بعض المسألتين. هنشغل التايم. وهنا انتهى طبعا الوقت بتاعنا، وهنبتدي ان احنا نحدد من هنا او نبتدي نجيب حل المسألة الاولى. هنا بيقول 4 جذر 6 اكس يساوي هنا القيمة المطلقة -10. طبعا نتخطى القيمة المطلقة او نطلعها بره القيمة المطلقة، فهنا هي هتبقى 10. هي يعني الفكرة في فكة الشيء ده، وبقية المسألة هتمشي عادي زي ما احنا تعودنا. فهنقول هنا 4 ناقص جذر 6 اكس هيساوي هنا 10، دي اما تخرج من القيمة المطلقة. وبعد كده هنا سالب جذر 6 اكس هتساوي هنا 10 ناقص 4 هتساوي هنا سالب جذر 6 اكس. سالب جذر 6 اكس هتساوي هنا 6. سالب جذر 6 اكس هتساوي عندي 6. فانا طبعا هنا جذر 6 ان انا ببتدي ان انا اقسم هنا على الجذر 6 وهنا على جذر 6. لو انا قسمت هنا هقسم هنا على الجذر 6 علشان خاطر ابسط هنا المقامات. سالب جذر 6 وهنا سالب جذر 6. تمام. فدي طبعا هتروح مع دي. اذا هنا قيمة الاكس عندنا ازاي ان احنا بنطلع قيمة 6. فبنقول هنا 6 جذر 6 هنا علشان خاطر نتخلص هنا من جذر 6. فاحنا هنضرب فيه هنا فوق وتحت، يبقى هنضرب هنا في سالب جذر 6 في سالب جذر 6. طبعا هنا سالب جذر 6 وسالب جذر 6 هتدينا 6، وهنا 6 جذر 6 سالب جذر 6. فالستة دي هتروح مع الستة دي، هيفضل عندي هنا مجموعة الحل سالب جذر 6. بالنسبة هنا للمثال الموجود عندي بيقول هنا 4 وهنا جذر 5 اكس زائد 8 زائد 20 يساوي 72. اول شيء طبعا بنفك هنا الاقواس، ان انا ببتدي اضرب الاربعة دي مرة في الجذر 5 ومرة بضربها هنا في 8. فانا لو ابتديت ان انا هضرب فيها، او يستحسن ان انا مثلا بقسم هنا على الاربعة وبقسم هنا على الاربعة، يعني ممكن اجيبها كده او كده. لو انا قسمت هنا على الاربعة ولو انا قسمت هنا على الاربعة، لو انا قسمت على هنا على الاربعة راحت، فاتفضلت لي جذر 5 اكس زائد 8 زائد 20 يساوي 72. يساوي طبعا هنا لو احنا جبناه هنا 72 هنجيب لها 20 بعكس اشارتها عشان يبقى كده ان احنا تخلصنا. 20 هنا يساوي 72 ناقص 20 هتدينا هنا 52. تمام. هنا هنقسم على الاربعة، وطبعا هنا قسمنا على الاربعة 52 على الاربعة، اذا جذر 5 زائد 8 52 على الاربعة هتدينا هنا 13. لو احنا كنا هنا جذر 5 هيساوي 13 ناقص 8. 13 ناقص 8 هتعطينا هنا 5 جذر 5 اكس. مننساش هنا طبعا الاكس. اذا عندي هنا جذر 5 اكس هتساوي هنا 13 ناقص 8 هتدينا هنا 5. يعني احنا خلاص فهمنا ده، علشان خاطر بس نكمل حل التانية. لو انا عملت هنا هعمل حل باقي المسألة، يبقى هنا اذا عندي جذر 5 اكس جذر 5 اكس هتساوي 5. فطبعا انا هنا علشان اتخلص من الجذر 5 هنا هقسم على الجذر 5 وهنا هقسم انا على الجذر 5. علشان اتخلص طبعا بضرب في جذر 5 على جذر 5 زي ما خدنا الترم الاول، هيساوي هنا 5 جذر 5 على 5.
فالخمسة دي راحت مع الخمسة. اللي اتفضل عندنا برضو مجموعة الحل هنا جذر 5، يبقى مجموعة الحل عندي هتطلع في النهاية هنا جذر 5. وكده كان الحل النهائي هنا للمسألة بتاعتنا، مجموعة الحل يساوي جذر 5. طيب ننتقل على نوعية تانية هي المتباينة. قبل هنا ما ننتقل على المتباينة بتاعت الدرجة الأولى، أنا هذكر مثال هندسي حلو. عندنا هنا المستطيل 10 سنتي، وهنا ده هنا العرض، ده هنا الدبليو، والطول عندي 2x ناقص 4. بيقول لي في الشكل الهندسي المقابل مستطيل بعدها 10 سنتي و2x ناقص 4 سنتي. اوجد قيمة x التي تجعل محيط المستطيل يساوي هنا 52. احنا عندي الطول هنا 10 والعرض 2x ناقص 4. طب والقانون اللي هو قانون المحيط، الطول زائد العرض في 2 والمساحة الطول في العرض. احنا علشان خاطر نوجد القيمة التي تجعل المحيط يساوي 52، فاحنا هنقول هنا المحيط البي تساوي، هنعوض على طول 2 في 10 زائد 2x ناقص 4، تمام، يساوي هنا 52. هنبتدي بعد كده هنا مع 52 هنفك القيم الموجودة عندي، وهنقول هنا الاتنين دي عندي لو انا قسمتها على الاتنين ودي قسمتها هنا على الاتنين هتبقى 10 زائد 2x ناقص 4 هيساوي، هنا دي طبعا راحت مع دي، تمام كده. هنا هيفضل عندي 52 على الاتنين، هتفضل هنا 26، هيكون هنا فيها 26. طيب ونجمع طبعا الارقام هنا المتشابهة. لو احنا هنا عملنا 2x زائد هنا 6 علشان خاطر ال10 وال4 هيدونا 6، 2x زائد 6 يساوي 26. لو انا جبت ال6 دي بعكس اشارتها بإشارة مخالفة ناقص 6، اذا قيمة 2x هتساوي 26 زائد 26. هنا لو انا هقسم على الاتنين وهنا هقسم على الاتنين، اذا كده هي فيها العشرة، اذا قيمة الاكس هنا هتساوي هنا 10. طيب لو احنا عايزين نوجد قيمة اكس التي تجعل المحيط اكبر من 40، ساعتها دي اكبر من 40 دي هنا حلها في المتباينة، فاحنا ناخد المتباينة الاول وبعد كده نحل بقية المثال ده. خليكم معايا. هنا متباينة الدرجة الأولى في متغير واحد. الصورة العامة لمتباينة الدرجة الأولى في متغير واحد: ax زائد b أقل من 0، و b و a عددان، و a لا يساوي 0، مع ملاحظة أن العلامة التباين يمكن أن تكون واحدة، أكبر من أو يساوي، أصغر من أو يساوي، أكبر من أو يساوي، أقل من أو أكبر من. متباينة من في متغير واحد من الدرجة الأولى، ده معناته ان هنا في متغير واحد بس اللي هو الاكس من الدرجة الاولى، يعني الاكس برضو مرفوعة الاس 1. 2x ناقص 3 اكبر من 0، واكس زائد 4 اقل من 2x، وام زائد 2 على 2 اكبر من او يساوي ام زائد 1 على 4، وهكذا هنا. فكل دي طبعا متباينة في متغير واحد من الدرجة الاولى. متباينة في متغير واحد ليست من الدرجة الاولى طبعا بتكون من الدرجة التانية او التالتة، او فيها كسور زي كده. اكس تربيع ناقص 3x اكبر من او يساوي -2، 1 على y ناقص 4 اقل من 5، 2 جذر 6، 2 جذر x زائد 1 اكبر من 5. طيب هنا هنقول 2x ناقص 3 اقل من او يساوي 5x زائد 9. هنبتدي ان احنا نحل هنا ونشوف ايه هو او الحل بتاعها هنا ازاي. الحل بتاعها هيكون مقارب للمعادلة 2x اقل من او يساوي 5x زائد 9. انا هنا هثبت عندي هنا
الخمسة اكس وهجيب لها الاتنين. تمام. فانا هنا فطبعا هنا هننقل الحدود اللي هي فيها الاكس في طرف، هنقول 2x ناقص 5x اقل من او يساوي هنا 9 زائد 3. 9 عندي هنا زائد 3 12. هنا دي هتدينا سالب 3x. هنا هنقسم على سالب 3 وهنا هنقسم على سالب 3. يبقى هنا عندي الاكس اكبر من او يساوي 4. طبعا هنا هتقول يا مس احنا هنا ليه غيرنا هنا العلامة؟ هنا في ملحوظة عند الضرب او القسمة في عدد سالب طبعا تغير الاشارة، الاكبر من تبقى اصغر من والاصغر من تبقى اكبر من. فاحنا هنا عملناها. لو احنا عايزين نعمل اللي هو اكس اكبر من او يساوي سالب 4، لو احنا هنعمل مجموعة الحل هتكون عبارة عن فترة، فهتكون هنا سالب 4 وما لا نهاية. طبعا هنا بتكون مفتوحة، ده هنا الأكبر من سالب 4. طيب ده بالنسبة هنا للسؤال رقم 3. بالنسبة للسؤال هنا رقم 4 هنمسح هنا معانا البورد علشان خاطر نحله. السؤال اللي بعده هنا بيقول ايه؟ لو انا حطيت هنا 2 3x ناقص 7 4x ناقص 11. اول شيء احنا عارفين ان احنا بنتخلص طبعا من الاقواس، فبنضرب الاتنين دي مرة في التلاتة مرة في السبعة. 2 في 3 ب6x ناقص هنا 21 اقل من يساوي 4x ناقص هنا 11. طبعا احنا عارفين ان احنا بنجيب هنا الاكسات في طرف والارقام في طرف اخر، فانا لو حسبت هنا ال6x هتبقى ناقص 4x اقل من او يساوي هنا سالب 11. دي هتجيها من الناحية التانية زائد هنا 21. طبعا هنا عندي وهنا نيجي الحل الأداء المنزلي أو الواجب المنزلي. أجب عن الأسئلة الآتية: أوجد مجموعة الحل في R للمعادلة دي. هنا المعادلة دي زي بقية أي معادلات، وأي سؤال طبعا من أجب عن الأسئلة الآتية لازم هنا هيتحل هنا على البورد، لأنه بيحتاج طبعا مسافة. فاحنا هنبتدي نحطهم على البورد واحدة واحدة ونحلهم من 1 هنا لغاية 5. هنا بالنسبة للسؤال الأول: أوجد مجموعة الحل في R للمعادلة 2x ناقص جذر 2 و5 جذر 2. يعني المعادلة دي اتكررت معانا كذا مرة بس احنا برضو هنحلها تاني. هنقول هنا 2x هيساوي 5 جذر 2 زائد جذر 2 2x هتدينا هنا 6 جذر 2. تمام. هنا هنقسم على الاتنين وهنا هنقسم على الاتنين، هتعطينا هنا 3 الاكس 3 جذر 2. 3 جذر 2 ده هنا كده الحل النهائي ليها. اذا هنا مجموعة الحل هيساوي 3 جذر 2. طيب ننتقل للسؤال رقم. هنا بيقول في السؤال الثاني: اوجد مجموعة الحل في R للمعادلة دي. تمام. واوجد مجموعة حل المتباينة الآتية في R ومثلها على خط الأعداد. طيب احنا بالنسبة للسؤال الأول: اوجد مجموعة الحل المعادلة دي. هنبتدي ان احنا نجيب هنا مجموعة الحل، هنحلها زي ما احنا بنحلها كل مرة. اول شيء ان احنا بنفك طبعا الأقواس الموجودة عندنا، فبنبتدي نضرب الأربعة دي مرة في الإكس مرة في الخمسة، هتبقى هنا 4x زائد 20 زائد 3 بيساوي 2x زائد 11. بنبتدي بعد كده نجمع الحاجات اللي هي جنب بعض الأرقام، هتبقى هنا 4x زائد 23 هيساوي 2x زائد 11. هنثبت هنا الأربعة وهنجيب لها الاتنين، هتبقى 4x ناقص 2x يساوي، هنثبت طبعا هنا ال11 هتجيلها 23 من ناحية أخرى.
هنا 23 ناقص 11 هيدينا هنا 6. اذا هنا عندي الاتنين اكس. 11 ناقص 23 هيدينا سالب 12. اسفة، هنا هنقسم على الاتنين وهنا هنقسم على الاتنين. اذا قيمة الاكس عندي هتساوي هنا سالب 6. اذا مجموعة الحل هتعطينا هنا سالب 6. يبقى كده انا خلصت هنا المسألة دي. اما اوجد مجموعة حل متباينة التالية في ار، احنا حاطينها في صفحة تانية. دول هما التلات متباينات اللي انا عايزني نجد الحل بتاعهم. فهنقول اول متباينة عندنا هنا عندي 2، هجيب لها التلاتة بعكس اشارتها زائد 3 اقل من هنا 5 اكس. طبعا هنحط هنا سالب 3 وزائد 3 يعني راحوا مع بعض، فممكن بلاش منها كده الخطوة دي. تمام، اقل من 12 زائد 3. تمام، فهنا 3 زائد 2 طبعا هنا هيدينا هنا 5، لاني هنا انا لما بدلت هنا الاطراف هتبقى هنا عندي 5 وهنا 5 اكس اقل من هنا 12. هنقول هنا 12 ناقص 3 هيعطينا هنا 9. تمام، هنبتدي ان احنا اسفة هنا زائد مش ناقص، هنا هيدينا 15. هيدينا هنا 15. وبعد كده هنجيب هنا علشان خاطر نتخلص من 5. هنا هقسم على 5 وهنا هقسم على 5 وهنا هقسم على 5. لو انا قسمت الاولانية هنا على 5 هتدينا هنا 1 اقل من هنا هتدينا اكس طبعا، وهنا اقل من هتدينا هنا 3. انا كده كونت المتباينة اقل من او يساوي، بس ما ننساش ان احنا نحطها. طيب لو احنا عايزين نعمل مجموعة الحل، هنقول هنا مجموعة الحل هيساوي، طبعا مجموعة الحل هنا بتكون فترة اللي هي 1 عندي و3، وهنقفل هنا 3. التمثيل طبعا هيكون هنا ده مغلق. بالنسبة للمتباينة التانية احنا ليه لما هنفك دي، او ممكن ان احنا نقسم عليها علشان خاطر هنا نتخلص من الاتنين. تمام، فهنبتدي ان احنا نحل المتباينة اللي هي رقم 4. ممكن نضرب وممكن نقسم 1 العملية. هنا هنضرب، هنقول هنا 4، نمد خط هنا بس علشان خاطر ما يحصلش لخبطة ما بينهم، هما 2 وخط كمان للتانية. هنقول هنا 4 اكس ناقص 2 6 اقل من هنا 4. هنبتدي بعد كده نجيب الارقام جنب بعض. هنقول 4 اكس اقل من هنا هنقول 4 زائد 6. فهنا اما ننقل هنا 4 هتدينا طبعا 10. 4 اكس هنا هنقسم هنا على 4 وهنقسم هنا على 4. 10 على 4 هنا فيها 2.5 اقل من اكس. طيب يبقى هنا هنقول مجموعة الحل سالب ما لا نهاية و2.5 هنا مغلقة. هنبتدي هنا في المثال اللي بعده، والمثال اللي بعده هنا بيقول ايه؟ مثال اللي هو بتاع 3 اكس. هنبتدي نحله. هنا هنقول 3 اكس هنا اكبر من او يساوي 13 زائد 1. فطبعا 13 زائد 1 هنا هتديني هنا 14. تمام، اذا 3 اكس 14. هنقسم هنا على 3 وهنقسم هنا على 3. ال3 دي راحت طبعا مع ال3 دي. الاكس هنا 14 على 3 هتفضل زي ما هي.
هنحط مجموعة الحل على أساسها. فهنقول هنا مجموعة الحل 14 على 3 وما لا نهاية، وما لا نهاية 14 على 3، وبعد كده هنا ما لا نهاية الأكبر منه. تمام، وبكده أنا قدرت إن أنا أجيب للثلاث متباينات الحل بتاعهم. هننتقل هنا، احنا كده خلصنا كل حل الواجب المنزلي والأداء الصفي، وكمان شرحنا الدرس. معادنا المرة الجاية مع حل تقييم التقييم الخامس. كان معكم مس مديحة حمدي من قناة عالم الرياضيات. اللايك والشير لزمايلكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.